بيبدأ الجزء الثاني من فيلم الرعب جوست رايدر بواحد اسمه مورو، وهو رايح معبد وبيقابل قس وبيسألوا عن الولد اللي بيدوروا عليه، فبيقطعوا القس وبيطمنوا انهم لقوه وجابوه المعبد عشان يكون في امان، وبيعرفوا ان الولد ده اسمه داني. فبيقول له مورو ان الشيطان عاوز يستحوذ على جسم داني عشان قوته تزيد ويقدر ينشر الشر في العالم، ومفيش حد هيقدر يحميه غير واحد بس اسمه جون، وده جواه شيطان قوي جدا معروف باسم جوست رايدر. وفجأة بيهجم على المعبد عصابة من اتباع الشيطان عشان ياخدوا داني ويسلموه للشيطان، وبيكون رئيس العصابة دي اسمه جاك. وقتها بيهرب داني مع والدته نادية من المكان، وبيروح مورو وراهم عشان يحميهم، ولكن نادية بتفتكر انه من العصابة وبتضرب عليه نار وبتهرب. وفي اللحظة دي بيروح جاك يهدد القس انه هيخلص عليه لو ما قالش على مكان داني، وقبل ما يكمل كلامه بيشوف نادية وهي بتركب عربيتها وبتهرب هي وداني. وقتها مورو بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح وراهم عشان يحميهم، وفجأة بيلاقي العصابة وراه وبيضربوا عليه نار وبيقع من على الموتوسيكل، فبيضرب عليهم نار وبيقلب العربية بتاعتهم، وبكده مش بيقدروا يلحقوا نادية وابنها داني. وبنروح بعدها لجون وهو بيحلم بقصته، وهي انه مضى عقد مع الشيطان من 3 سنين عشان ينقذ ابوه من الموت، ولكن الشيطان خدعه ودخل في جسمه شيطان قوي جدا اسمه جوست رايدر. والشيطان ده بيظهر كل يوم بالليل وبيسيطر على جسم جون عشان يتغذى على ارواح البشر المذنبين ويعاقبهم، وبسبب قوته الشريرة حاول جون انه يسيطر عليه، بس للاسف فشل لان الجوست رايدر قوته بتزيد كل ما بيتغذى على ارواح البشر. وقتها بيوصل مورو للمكان اللي فيه جون عشان يتفاوض معاه، ولكن جون بيهجم عليه وبيسأله انت مين وعايز ايه، فبيعرض عليه مورو يخرج جوست رايدر من جسمه بشرط انه يلاقي داني ويحميه من الشيطان، لان الشيطان بيدور عليه وعايز يستحوذ على جسمه عشان قوته تزيد وينشر الشر في العالم. وبعد ما بيخلص كلامه بيسيب له صورة داني وبيمشي، وفي نفس الوقت بتروح نادية تركب العربية بتاعتها هي وابنها داني، وبيكون جاك رئيس العصابة مراقبهم وبيطاردهم عشان ياخد داني ويسلمه للشيطان. وقتها بيبدأ جون يتحول لجوست رايدر وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح ورا العصابة عشان ياخد ارواحهم ويخلص عليهم. ولما بيحاصروا نادية بتضطر تخرج من العربية وهي ماسكة مسدس عشان تواجههم، فبيمسكوها وبيقرر جاك يخلص عليها، ولكن فجأة بيظهر جوست رايدر وبيضربوا عليه نار، فبيتفاجئوا ان الرصاص ما بيأثرش فيه، وبيلف الجنزير بتاعه على واحد منهم وبيحرقه. فبيطلع جاك سلاح قوي من عربيته وبيفضل يضربه لحد ما بيترمي بعيد ناحية العربية وبتنفجر فيه، فبيستغل جاك الفرصة وبياخد داني وبيهرب بسرعة. وتاني يوم بيفوق جون وبيلاقي نفسه في المستشفى، وبتطلب منه الممرضة ما يتحركش من مكانه عشان ما يتعبش اكتر، ولكنه بيتجاهل كلامها وبيلبس هدومه وبيمشي. وفي طريقه بيقابل نادية وبتتعرف عليه من خلال الجاكيت بتاعه، وبتعرف ان هو الجوست رايدر، فبتخاف منه وبتطلع تمشي، وبيروح جون وراها عشان يتكلم معاها. وقتها بيتصل جاك على الشيطان اللي بيكون متنكر في هيئة بشر، وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له ان في كائن غريب دماغه مولعة نار هجم على عصابته وخلص عليهم. فبيتصدم الشيطان وبيعرف ان ده جوست رايدر، وبيأمره يحط الموبايل على ودن داني عشان عاوز يقول له على حاجة مهمة، وفعلا بيعمل كده. وبيبدأ الشيطان يقول تعويذة لداني بتخليه يصرخ ويغمى عليه، وبيقول لجاك ان التعويذة دي مش هتخلي جوست رايدر يعرف مكان داني ابدا، وبالتالي مش هيقدر يطاردهم. وبنرجع تاني لجون وهو ماشي ورا نادية، فبتهدده بالمسدس انه يمشي والا هتخلص عليه. وقبل ما تكمل كلامها بيقول لها جون انه عاوز يساعدها وينقذ ابنها داني من الشيطان، وبيعرفها انه الاول كان بيقدر يحدد مكان داني، ولكن دلوقتي في حاجة منعاه من انه يعرف مكانه. فبيركبوا عربية وبيتحركوا هما الاتنين عشان يلاقوا طريقة ينقذوا بيها داني. وفي طريقهم بيسألها جون ليه الشيطان عاوز ابنها بالذات، فبتحكي له انها من 8 سنين وقعت من الدور الخامس وكانت على وشك انها تموت، ولكن الشيطان جه وعرض عليها انه يشفيها مقابل انها تديله داني عشان يستحوذ على جسمه، وللاسف وافقت بالعرض. ومن ساعتها الشيطان بيطاردها وعايز ياخد داني باي شكل. فبيبدأ جون يحكي قصة الشيطان وبيقول انه موجود على الارض وسط البشر من الاف السنين، وكل 50 سنة بيستحوذ على جسم بني ادم عشان ينشر الشر في العالم عن طريق انه يخلي الناس تمضي معاه العقد ويكونوا عبيد عنده وينفذوا اوامره. وبالليل بيفوق داني وهو راكب العربية مع العصابة، فبيحرك ديركسيون العربية لحد ما بتتقلب بيهم، وبعدها بيخرج منها وبيطلع يجري، وللاسف بيقع على الارض وبيجي جاك يقبض عليه وبيسرقوا عربية وبيمشوا. في الوقت ده بيتكلم جون مع نادية وبينصحها انها تبعد عنه لو اتحول لجوست رايدر لانه ما بيكونش في وعيه وبيدمر اي حاجة قدامه. فبيروحوا لواحد اسمه بيتر عارف مكان جاك، وبيهددوا جون انه هيخلص عليه لو ما قالش على مكان جاك، فبيخاف بيتر وبيقول له على مكانه. وساعتها بيجي رجالته وبيبدأ جون يتحول لجوست رايدر وبيحرقهم كلهم، وبعدها بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيتحرك ناحية عصابة جاك اللي بيكون في مخزن مهجور، وبيشتري أسلحة متطورة عشان يقدر يتصدى لجوست رايدر ويخلص عليه. وقتها نادية بتوصل للمكان وبتحاول تفك داني، ولكن بيشوفها واحد
واحد من العصابة وبيضربها، فبتضرب عليه نار وبتخلص عليه. وفجأة بيسمع جاك وعصابته صوت موتوسيكل جوست رايدر، فبيحدف عليه صاروخ وبيكون فرحان وفاكر انه خلص عليه، بس بيتفاجئ انه لسه عايش. وبيهجم جوست رايدر على العصابة وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبعدها بيطلع فوق الونش وبيستخدم قوته وبيخليه مولع زي الموتوسيكل بتاعه، وبيبدأ يدوس على باقي العصابة. وساعتها بيلاحظ جاك ان داني بيهرب هو وناديا، فبيطلع المسدس بتاعه وبيوجهه ناحيتهم، وقبل ما يضرب عليهم بيسحبوا جوست رايدر بالجنزير وبيرميه بعيد لانه شاف ناديا وهي بتهرب، فبيروح وراها وبيمسكها عشان يخلص عليها. ولكن داني بيزعق له وبيقول له سيبها. وفجأة بتحصل حاجة غريبة، وهي ان جوست رايدر بمجرد ما بيقرب من داني بيفقد قوته وبيرجع جون لطبيعته. وتاني يوم بيقعد جون مع داني وناديا في مطعم، وبيقول لهم انه كلم مورو اللي شفناه في اول الفيلم عشان يخبي داني في مكان امن والشيطان ما يقدرش يوصل له. وقتها بيكون جاك تحت الانقاض وعلى وشك انه يموت، فبيجي الشيطان يلمسه وبيعمل عليه تعويذة بتديله قوة خارقة وبيخرج من تحت الانقاض وهو لسه عايش، ولكن بيكون شكله متغير تماما، واي حاجة بيلمسها بتتحلل في ايده. وبيأمر الشيطان يجيب داني باي تمن. وبنرجع تاني لجون وداني وهم في طريقهم لمورو، فبيتكلم معاه داني وبيسأله انت بتحب تتحول لجوست رايدر ولا لا؟ فبيقول له جون انه احيانا بيحب يتحول لجوست رايدر عشان يساعد الناس، ولكن للاسف مش بيقدر يتحكم في الجوست رايدر لانه قوته مظلمة جدا، وبيعاقب كل المجرمين عن طريق انه بيخلص عليهم. واثناء كلامهم بيوصل مورو وبياخدهم لمعبد قديم، وهناك بيخلي الكهنة ياخدوا داني وناديا لمكان امن عشان يستخبوا من الشيطان. وبعدها بياخد جون لمكان جوه المعبد عشان يطرد الجوست رايدر من جسمه زي ما وعده. فبيسألوا جون عن حكاية الجوست رايدر واللي بيعاقب المذنبين، فبيحكي له مورو ان الجوست رايدر قبل ما يكون شيطان كان كائن جميل بيحمي البشر وبيدافع عنهم، ولكن الشيطان خدعه وحبسه في باطن الارض، فتحول الكائن ده لشيطان بيعاقب الناس بعد ما كان بيدافع عنهم، وسمى نفسه جوست رايدر. وبيعرفوا مورو ان ممكن جوست رايدر يرجع كائن طيب مرة تانية في حالة واحدة بس، وهي انه ينقذ حد بريء ويدافع عنه. وبعد ما بيخلص كلامه جون بيدخل اوضة فيها ابواب كتير جدا وبيتعمل عليه طقوس بتخرج الجوست رايدر من جسمه، وبيفضل يصرخ لحد ما بيفقد الوعي. ولما بيفوق بيخرج يدور على مورو، وبيتفاجئ ان الكهنة ماسكينه هو وناديا وعاوزين يخلصوا على داني عشان يبوظوا خطة الشيطان ويمنعوه من انه يستحوذ على جسمه. فبيحاول جون يمنعهم ولكن بيمسكوه وبياخدوا داني على مكان تاني عشان يخلصوا عليه. وفجأة بيظهر جاك وبيخلص عليهم وبيحللهم بقوته الجديدة، وبياخد داني معاه وبيمشي. فبيعرف مورو وناديا باللي حصل وبيخمنوا ان الشيطان خد داني وهيستحوذ على جسمه. وبيخرج جون يقول لهم انه هينقذ داني باي تمن على الرغم انه فقد قوة الجوست رايدر. فبياخدهم مورو على مكان فيه اسلحة كتير وبيقرروا يروحوا ينقذوا داني. وساعتها بيتكلم الشيطان مع داني وبيقول له انا ابوك الحقيقي وانت بتمتلك نص قوتي، وبيعرفوا انه اقوى من جوست رايدر بكتير، بس دلوقتي هو ضعيف وعاوز جسمه عشان قوته تزيد. وبعد ما بيخلص كلامه بيحقنوا بمخدر وبيفقدوا الوعي. ولما بيوصل جون واللي معاه للمكان اللي هو فيه بيلاقوا قيادات كتير من العالم جايين يحضروا طقوس الاستحواذ، وبيقول مورو ان دول اتباع الشيطان. وقتها بيبدأ الشيطان واتباعه طقوس الاستحواذ، وفي نفس الوقت بيخلص جون ومورو على رجالته وبيدخلوا يمنعوا الطقوس. فبيروح جون يضرب الشيطان وبيلاقي داني عينه سودا والشيطان قرب يسيطر عليه. وساعتها بيهجم جاك على مورو وبيحلله، وللاسف الشيطان واتباعه بيقبضوا على جون وبيروح جاك عشان يحلله هو كمان. ولكن بيظهر داني وبيقول الشيطان انت قلت لي ان عندي نص قوتك، عشان كده انا اقدر ارجع لجون قوة الجوست رايدر. فبينط على جون وبينفخ في وشه نار، وفعلا بترجع له قوة الجوست رايدر وبيخلص على كل اتباع الشيطان بالجنزير بتاعه. فبيتصدم الشيطان وبياخد داني وبيهرب من المكان بسرعة، وساعتها بيركب جوست رايدر الموتوسيكل بتاعه وبيروح وراه. فبيضربوه اتباع الشيطان بالرصاص ومش بيتأثر نهائي، وبياخد عربية من بتوعهم وبيحولها لنار زي الموتوسيكل بتاعه. وفي نفس الوقت بتروح نادية وراه عشان تنقذ داني، فجاك بينط على العربية بتاعتها عشان يخلص عليها، ولكن جوست رايدر بيسحبه بالجنزير وبيخلص عليه. فبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيقلب عربية الشيطان وبيرفعه بالجنزير بتاعه وبينزله لباطن الارض زي ما عمل معاه لما كان كائن طيب. وبعدها بيروح يشيل داني وبيديه لنادية، وبيرجع جون لطبيعته وبيتفاجئ ان ايديه بقى لونها ازرق. فبيفهم ان الجوست رايدر رجع كائن طيب لانه انقذ روح بريئة زي ما مورو قال له. وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيقرر يحمي البشرية من شر الشياطين. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في